اول فتحت شركه في 2011 ما كانش معايا فلوس ادفع ايجار الشركه. احنا ما كانش معانا فلوس مش ندفع الايجار، احنا ما كانش معانا فلوس نجيب العربيه اللي هتنقل، ما عندناش حاجه تتنقل والله، كانوا مكتبين وكرسيين بس ما كانش معانا فلوس ندفع ده. فالراجل طردنا، زائد ان الست بتاعه الايجار بتاعه المكان الجديد كانت مستنيانا بقى على باب الشقه عشان تاخد مننا اخر 3000 جنيه بقيه فلوس الايجار اللي ندفعها. فاسماء كانت معانا وانا قلت الاسماء تطلب عربيه نص نقل يعني او ربع نقل تجيب فيها الحاجه، وجابت واحد صاحبها معاه عربيه صغيره كده حطت فيها فلايرز سيد ازيك يا سيد. ففضلت هي وسيد بينقلوا الحاجه في العربيه يعني، والعربيه راحت من مدينه نصر في حته معينه لمدينه نصر في حته تاني، وما كانش معاها فلوس تحاسب لا العربيه، سيد ما كانش هياخد فلوس ولا تدفع لمدام ناديه ال 3000 جنيه باقي الشقه. وانا كنت في نفس الوقت ده يا رامي في حته تاني عندي كلاينت في المهندسين بحاول ابيع له حاجه ثمنها 6000 جنيه عشان اخد منه 6000 جنيه يا رامي اروح اعمل بيهم ايه؟ ادفعهم لاسماء. فكنا قاعدين انا واسماء بنتكلم على الايام دي، فقاعده بتقول لي بقى فاكر وقد ايه كانت صعبه. فقلت لها الايام دي ما كانتش وحشه، الايام دي كانت ذهب، مش كان ذهب عادي ذهب اصفر، لا ده كان روز جولد كمان. مش الايام دي اللي كانت روز جولد، الايام دي كانت النار اللي اكلت في الحاجات عشان تطلع في الاخر بعد السنين دي ايه؟ ذهب، وذهب روز جولد. فانت لازم يبقى عندك اوقات في حياتك بتتحرق فيها حرفيا عشان تطلع الحاجه الحلوه بقى، الحاجه اللي هي بكره هتبقى هي الذهب، هتبقى هي اللؤلؤه، هتبقى هي. فاهمين قصدي؟ السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.